بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاعي تلقاكم في أحسن حال. اليوم راح نعمل معكم هذا الخبز كما شفتوه، خبز على شكل بريوش، يعني هو بالقهوة مليح حتى يعني أيام رمضان إن شاء الله، يعني للشربة ولا بزاف بنين. هذا الخبز رائع 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 جدا وسهل في الخدمة. إذا يعني حبيتوا تشوفوا طريقة جوزوا شوفوها معايا وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله تشجعوني باللايك إذا عجبكم طبعا الفيديو، وتحطوا لي تعليق محفز، وإن شاء الله إذا عجبكم تاني ماذا بيا تشتركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. هنا بالنسبة للمكونات تاع هذا الخبز واش راح نسحق الماء. يعني عندي 150 ملي تاع الماء، طبعا يكون دافي. اذا كان الجو بارد كما دوكا يعني تقدري ديرها شويه سخون. هنا عندي 75 ملي تاع الزيت ولا كاس تاع لاتاي عمره مليح. نسحق حبه بيض، نسحق 10 غرامات تاع خميره فوريه، ونسحق شويه تاع السكر او ملعقه واحده ماشي معمره بزاف تاع الاكل. طبعا نسحق الملح والفارينه، عندي 500 غرام تاع فارينه ما يعادل 3 كيسان يكونوا معمرين. هذا الكاس اللي يوزن 250 ملي، هذا تاع لي ميزور. طبعا راح نسحق تانيك ما حطيتلكمش بيكين باودر، شويه تاع بيكين باودر برك وملعقه تاع الخل. هنا دوكا كمرحله اولى نشد الماء او نشدو هكا بول يتعجني فيه، تقدري ديريه في البيتخان اذا حبيتي. نزيدو ملعقه تاع خميره فوريه، ونزيد السكر، نشوف باكل السكر ولا ملح. فوالا السكر ملعقه واحده ما تعمرهاش بزاف، ونزيد لها شويه تاع الفارينه. شوف الفارينه اللي كيلت بها اللي عندي بليتو، يعني من الفارينه هذيك ندير شويه منها هكذا ونخلطها. يعني المرحله هذه مهمه باش يجيكم خبز تاعكم هش وخفيف قطني من الداخل. فوالا هكذا، ونغطيه ونخليه حتى يتفاعل شويه. نطبق بابي فين. هذيك شوفوا هنايا بعد ما خديتها يعني تفاعلت شويه، دوك نكمل باقي المكونات اللي هو البيض. يعني ندير غير حبه بيض، ونزيد كاس تاع الزيت او 75 ملي تاع الزيت، نزيد نص ملعقه تاع الماكله خل. الخل دائما مليح في المعجنات. نخلط هاد المكونات كلشي مع بعض. نضيف الفارينه. لما هاب الفارينه لازم تحصلوا على عجينه ماشي يعني حاكمه روحها مليح وماشي طريه يعني بزاف. العجينه تشبه العجينه اللي نديرها في لي بيتزا، يعني جميع المملحات اللي نديرهم بهذه العجينه بهذه الطريقه. لازم نستعمل يدي، نسيت كاع روحي بهذا. دوك نزيد الملح على حسب الذوق، ونزيد البيكين باودر اللي هو خميره فوريه شويه ماشي بزاف، ونبدا نلمها تاني بالفارينه. دوكا تو ديبون، دوكا درتو هكا الفارينه كل وحده والفارينه تاعها. انا استعملت هاد الفارينه تاع الخبز، يعني ماشي خاصه بالحلويات. تقدروا تستعملوا العجان. نديرها برك كامل لانني موالفه نديرها. تحصلوا كما قلت لكم على العجينه تكون شويه طريه، ما تدكسوهاش بالفارينه، ماشي كي تقولوا لازم تسمى خبز ندكسها بالفارينه. شوفوا تتلاصق دوكا لان يدي هذه فيها العجين. لو كان نستعمل هذه راح تجيني يعني عادي. دوك نعجنها هكا فوق البوطاجي حوالي 2-3 دقائق وبعد نحيها. فوالا شوفوا يعني عجينه قيس 2-3 مينوت ماكسيموم، قيس ما تعطيلو برك وجه امنس برك ونحوه. فوالا شوفوا كيفاش تجي العجينه، تجي تتلاصق، ما تجيش طريه بزاف وما تجيش تانيك يعني هكا مدكسه بالفارينه، يعني تجي شويه حكمه روحها يابسه. لا
فوالا كيما شفتوها يتلاصق شويه في اليد، شويه برك ماشي بزاف بزاف. ندهن لو مول هكذا، اي مول دهنوه او بلوتو البول اللي تخبوه فيه، نغطيه ونخليه حتى يخمر. انا خدا لي وقت طويل بزاف باش يخمر لان الجو بارد بارد. اذا كان عندكم جو بارد بزاف ديروا ملعقه ونص تاع الخميره تاع فوريه، لان الجو بزاف بارد يعني خدا لي بزاف وقت باش خمر. هنايا شوفوا كي تنحوها، شوفوا الوجه تاعها شحال شباب، يعني كانه بريوش هذا الخبز. يعني تقدروا كما قلت لكم تشربوا به قهوه، القهوه يجي مليح حتى يعني سورتو يعني في ايام رمضان نشربها مليح، نشربها الحريره يجي خفيف ما يجيش قاصح. فوالا دوك درت شويه تاع فرينه، غير شويه برك، هو ما راحش يلصق لك. يعني ندير غازيه غير شويه برك، ما نعجنو ما والو، ونبدا نقسم فيه. ولا حبيتو تخدموا خبيزات شويه كبار اقسموه يا ربي على 4 هكا قطع، سينو قطعوا. يعني انا شويه شغل نسيت روحي قطعتو شويه صغار، لكن احسن يعني هكا. ولا شفتوهم يعني كيما اللي درتهم انايا هكا قسم 130 150 غرام توزنوهم اذا حبيتو توزنوهم. ولا شفتوهم حبيتو ديروهم شويه كبار، خبيزات صافا شويه كبار، ديروا قيس حتى 250 ولا تجيكم خبزه مليحه برك. فوالا يعني 500 غرام، شوفوا عطات لي قيس 7 خبزات، 500 غرام سوا تاع الفرينه. قسمتهم هكاك، خليتهم حوالي 15 دقيقه غير يريحوا شويه باش كي تولي تجبدوهم. يعني الفرينه شويه عندها العلق، ونحلهم هكذا كما راكم تشوفوا. يعني غير نحلهم هكاك ندورهم شويه برك، ما تعبزوش على العجينه، غير شويه برك ماشي حاجه هكا، ما تخلوهاش برك مدوره هكاك. ونقطعهم بالموس ولا بلا كوبات كما راكم تشوفوا، ونستعمل هذا الشكل هذايا. هذا الشكل الاول راح ندير شكلين برك، شوفوا ندورها شغل على شكل حلزون، شوفوا كيفاش تجي. ويعني ماذا بكم كي تبقاو تدوروا فيها خلوا شويه لي سباس، لان حتتنفخ باش يبان هذاك يعني الشكل هذاك. فوالا الثانيه ثاني نفس الشيء، شوفوا نديرها غير شويه، بدات لاكوبات ما حبيتش هذيك خفت تكرط لي الاخر البوطاجي. شوفوا هذه نديرها شغل على الشكل شغل مقياسه مدوره برك. كي نشوف هاد الخبز نتفكر زمان كي كنت صغيره، البولونجي في رمضان هذا واش يدير، نتخاطفوا عليه هذاك الخبز يا ما تجازوا. فوالا الشكل الثاني كيف شوفوا كيفاش نديرو هايك. والثالثه دوك حتى نكملهم كامل كيما راكم تشوفوا. بون 7 خبزات ماشي حاجه. دوك نحطهم هكذايا، نخليهم يخمروا شويه برك، ماشي حاجه شويه برك، ما خلوش حتى يخمروا بزاف. ومن بعد ندير البيض، حبه بيضه سلها شويه تاع الخل وشويه تاع القهوه، شويه سريعه الذوبان، غير بنحي شويه هذيك الريحه تاع البيض بزاف. وندهن، ما خليتهاش حتى خمرت بزاف، غير بدات تخمر شويه برك نديرها. اذا حبيتوا ديروها كي يعني قبل ما يخمروا كاع، غير تستفوهم، غير تشكلوهم برك، ديروا لهم البيض كيما تحبوا. او حبيتوا ما ديروش البيض كامل ما ديروش، يعني تاب تو يو، تقدروا ما ديروش كامل البيض نورمال. تاني يجي مليح، ترشوهم برك بالحليب ولا بالماء كي تجوا طيبوهم. شوفوا هنايا درت لهم هنا الساندويتش، تحبوا ديروا حبه الحلاوه، تحبوا ديروا جلجلان كيما تحبوا. ومن بعد نشعل الفوق كي يخمروا، نشعل الفوق على اعلى درجه يسخن مليح مليح، ومن بعد ندخلها. شوفوا هنا تنفخ مليح، ندخلها نخليه يطيب حوالي 5 دقائق برك. ملي دخلتهم نقص عليه ونخليهم يكملوا طياب، ونشعل لهم الفوق. شوفوا هذيك كلات لي نار، هاد 2 حبات هادوما كنت نحيت هادوك قلت خصو، غفلت يا اخي دائما هكا تعسي حاجه توقفي لها انت تدوري هي. لكن ماشي زعما تحرقت هاك وشتو، ماشي زعما تحرقت، ما من الدوزات كملت لها التليفون، سينو عادي ماشي محروق. لكن المهم يعني بنين هذا الخبز بزاف. دوك السنيوه الثانيه راح يطيب كيما راكم تشوفوا، كيما دخلتها كيفاش يجي رائع هذا الخبز. شنو نقول لكم، ما شاء الله. لو كان ما شفتوش مليح والله ما نقول، يعني بليز جربوه اكيد راح يعجبكم. رائع سكتو في ايام رمضان تخدموه للشربه، والله غير بنين بزاف. شوفوا كيفاش يجي. يعني من غير محسن، عمري ما استعملت هذه المحسنات ابدا. مليح ماشي مليح اي دون نو، ما جامي درتو لا فيريتي، جامي استعملتهم. لكن خبز رائع وبنين وديرته في الدار. شوفوا كيفاش يجي خفيف
قطني قطني ما شاء الله بالداخل سيرتو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم، جبتكم حاجه خفيفه ظريفه. بليز شجعوني باللايك وحطوا لي تعليق محفز طبعا اذا حبيتوا. حتى نتلاقاو مع وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.